أبو أسد من محافظة واسط. طبعا هوايتي بالحيوانات البرية من الطفولة. طبعا أنا أحب الحيوانات وأتابع تقارير وأتابع الشيء، وكانت عندي أمنية أجيب الحيوانات البرية وأروضها وأعودها أسويها يعني أليفة نفس ما تلاحظون. وأكثر حيوان عجبني بالحيوانات المفترسة هو حيوان الذئب. أول شيء الذئب به فوائد، الفوائد مالته يطرد الجين، وذيب يعني له شخصية. وشغلة يعني الأهم هي نحافظ على هذا الحيوان من هذا القتل الجار، ومن الرعاة جاي يكتون بهذا الذيب، جاي هنا يمنا بالمحميات جاي نربيه على حتى العمر مالته جاي يطول. يعني جاي كان 12 سنة ويموت بالبرية، هسه العمر مالته جاي يصير 20 سنة يلا يموت. يعني طبعا هواي احنا نحافظ على هالحيوانات وهواي امور بيه وحبينا هاي، وهاي هوايتنا ان شاء الله. وصار يعني بهاي الهواية تقريبا أول ما شبيت للدنيا وأنا أول ما شبيت طبعا هاي الذئاب وياي، والحمد لله والشكر وظليت محافظ عليها واللي أقدر عليه موفرها يعني الأكل والشرب وهاي والمكان إلهن. وإن شاء الله بلكي نشوف إذا أكو مثل مسؤول أو شيء يشوف هذا المقطع، إذا يوفر مثل حديقة مال الحيوانات نقدر مثل نوفر الذئاب، نسوي نحافظ على هاي الحيوانات على مود الانقراض، لا تنقرض هاي الحيوانات. وان شاء الله نشوف العالم حتى تجي العالم يشوف هاي الحيوانات، لان هي راح مهدده بالانقراض يعني الى درجه، واحنا جاي نجيبها هسه صغار ونربيها نحافظ عليها هنا، احسن ما تظل يكتونها باقي الصيادين والرعاة الغنم. اول شيء هو احنا هوايه، وثاني شيء الفوائد مالته قلت لك هواي بي يعني امور. اول شيء يطرد الجن الذيب، وهو يعالج حتى المرضى اذا كان واحد بيه جن او مس او عارض او شيء راح الذيب يقدر يعالجه. طبعا هنا الحيوانات متعودات على ابن اسد يعطيهن ماي واكل اذا شيء ثاني ما موجود، وهذا طبعا الوحيد ابن اذا بكى راح يقلبن الجو بالعواء ويعني ما يرضن عليه. واي واحد يبكي راح يعني ردة فعلهن كلش قويه، واكو تصوير يعني راح نوضح هذا الشيء. اي طبعا الديب يعني نظيف ولن طاهر، اعطيه خديه يبوسني وهاي ويعرف صاحبه ويعرف اوفر له الاكل والامان والمكان. وان شاء الله ما نقصر على الحيوانات، وعلى قولة يقول ارحموا ما بالارض يرحمكم ما بالسماء. يعني مع احتراماتي للبشر، بس اكو بشر زين واكو يعني هذا الحيوان شوف الذيب يصير بعين الاكل والمي وهاي، واكو بشر لا والله يعاشرك.